في جديد في زيادة المقطع. اليوم راح نشوف شنو السبب اللي حذفوا المايك والشي أحد اللي نقدر نكتب في لعبة ذا، بس بنشوف ايش السبب في مقطع اليوم. واشتركوا بالقناة واشتركوا بقناتي، إن قناتي ترى حلوة، واشتركوا فيها ودعموني بالتيك توك واليوتيوب. يلا نشوف شنو السبب ونبدأ مقطع. يلا خلينا نشوف هذه أول فيديو. Hey guys. يلا خلينا نشوف. في خبر كتير صراحة مزعج وكتير ما ندري حقيقته ولا نعرف شو بيصير حاليا. فزي ما تشوفون كتير من المتابعين بيقولوا انه خلاص الدردشة يعني صارت غير متاحة عندهم يا حلوين، وللأسف هذا الخبر صحيح يا جماعة. فروبلوكس منعت الدردشة الصوتية وكمان الدردشة يعني الشات في روبلوكس، يعني الكتابة يا جماعة للأسف صارت غير متاحة بالخسيس يعني في دول الشرق الأوسط. وأقصد يا حلوين بدول الشرق الأوسط مصر، فلسطين، الأردن، لبنان، سوريا، العراق، السعودية، الإمارات، الكويت، قطر، البحرين، عمان، اليمن، تركيا، إيران يا جماعة. دول كلهم يعني محسوبين من دول الشرق الأوسط يا جماعة. تقريبا كل هالدول تقريبا يعني أغلبهم أو يمكن كلهم للأسف الشات ما صار متوفر فيهم، صار غير متاح. ومو بس هذا الشيء، كمان يعني روبلوكس أرسلت تحذيرا لكل يعني اللاعبين الموجودين في هاي الدول أنه خلاص يعني صار الشات غير متاح للدردشة الصوتية ولا الكتابة، يعني لا الميكروفون ولا الشات العادي، يعني خلاص صاروا غير متوفرين يا حلوين. والكل الصفحات بيتكلموا عن هذا الموضوع في تويتر يا جماعة، ما يعرفون السبب اللي خلى روبلوكس انها تسوي كذا. هل هي مقصودة يعني انها تمنع الشات في هاي الدول او غير مقصودة او يعني هيك في خلل؟ ما ادري ليش. فاكيد هذا مو خلل يا جماعة، لانه خلاص يعني في بعض الدول فقط، يعني في الشرق الاوسط فقط، يعني هذا الشيء مقصود. فاكيد يعني روبلوكس يعني غالبا فعلا تم تعطيل للاسف الدردشة الصوتية في هاي الدول. فالحين ما ندري السبب، ما تكلمت عن الموضوع ولا اي شيء، فقط ارسلت اشعار للاعبين اللي موجودين في هاي الدول وخبرتهم انه خلاص الشات صاير غير متاح في بلدكم. ونقطة يا جماعة وخلاص، يعني هذا الشيء اللي قالته. فيا حلوين نتمنى انه يكون في يعني هيك تفسير لهذا الموضوع من روبلوكس. اتمنى انها تعطينا تفسير لهذا الشيء، واتمنى يا رب انه يكون فقط خطأ. اتمنى يكون خطأ يا جماعة عن جد، يعني هذا الشيء غير معقول بدون سبب انه تيجي يعني خلاص تعطل الدردشة في هدول الدول. يا جماعة إذا كان في أي جديد بخصوص هذا الشيء فأكيد رح أخبركم عن الموضوع. لحد الساعة ما في أي شيء يعني مثلا واحد يعني خلاص ما في أي مبرر يعني عن هذا الموضوع ولا السبب ولا تفسير ولا أي شيء.